الجهة الشرقية، حيث يعاني ساكنة العديد من التجمعات السكنية من ضعف خطوط النقل العمومي الرابطة بين فيجيغ وغيرها من مدن الجهة الشرقية. فقط 4 حافلات للنقل العمومي تؤمن الربط في فترة من 5 حتى 8 صباحا، وبعدها المواطنون ينتظرون الذي يأتي وقد لا يأتي. روبورتاج عبد الحميد المرابط وسعيد النجاري. بعد 8 صباحا لا مجال للسفر انطلاقا من فيجيغ في اتجاهات أخرى. 4 حافلات فقط تؤمن نقل المسافرين يوميا من فيجيغ إلى بوعرفة الواقعة على بعد 100 كيلومتر وغيرها من مدن الجهة الشرقية. الاستيقاظ باكرا وتحمل قسوة البرد وانتظار حافلة في الهواء الطلق أمور لا تفارق المسافرين. الا دازتك 8 ديال الصباح، الكار ديال 8 ديال الصباح راه صافي ما عندكش فين غادي تمشي، وكيلقاو معاناه بزاف د السكان. المحطات ما كاينينش، ها انت كتشوف الكار كيوقف في بلاصه عموميه. اذا لم تستيقظ في الصباح الباكر لن يكون بمقدورك التنقل الى مدن اخرى. بعد 8:30 صباحا يصبح السفر مهمه شبه مستحيله في ظل غياب وسائل نقل اخرى كسيارات الاجره، وكل شخص اضطر للسفر بعد هذا التوقيت عليه ان يتدبر امر التنقل بطرقه الخاصه عبر شاحنه أو سيارة صديق وغيرها من الأساليب. وفي غياب سيارات الأجرة الكبيرة تصبح هذه الحافلات وسيلة النقل الوحيدة بالمدينة، لكن قلة أعدادها وتأمينها لخدمة نقل المسافرين في الفترة الصباحية فقط يفقم من معاناة السكان الذين يظلون بعد 8 صباحا في شبه عزلة اضطرارية. من ناحية الثمن كاين وجدة فيكيك 70 درهم والناظور فيكيك 90 درهم. ومن ناحيه الكيران شحال كاين ديال عدد الكيران اللي كاين هنا، كاين نهار كيكونوا 4، نهار 3 الكيران، واحد يمشي مع 5 الصباح، واحد يمشي مع 6، واحد 7 قل 4، الاخر مع 8 اخر كار في بالنسبه لمدينه فيكيك. المساله ديال الترونسبور عندنا مشاكل كثيره. عندنا اخر كار هو 8. الا جا شي واحد هنايا مثلا غير شي زياره ولا بغى يرجع في العشيه ما كاينش ترونسبور، ما عندناش المحطه نهائيا. حنا دابا كنتسناو في البرد، مؤخرا اللي داروا هاد الكراسي فاش حنا جالسين. وضعية يقول مسير الشأن المحلي أنها بصدد الحل من خلال ربط الاتصال بشركة جديدة لتأمين النقل في الفترة المسائية. اتصال مع شركات وطنية أو شركة خواص لفتح خط في المرحلة ما بعد الظهر، أي في الفترة المسائية، والاتصالات جارية، ونتمنى أن الاتصالات تكلل بفتح خط بين مدينة فيجيغ في النصف الثاني من النهار، أي في مرحلة ما بعد الظهر. وفي انتظار انفراج أحوال النقل العمومي بمدينة فيجيغ تظل المعاناة سيدة الموقف بهذه البلدة الواقعة على بعد 380 كيلومترا جنوب مدينة وجدة.